لقيتهم طبوا عليا وانا بفرش وبيقولوا لي مطبخ جديد يبقى اكله جديده، وعايزين محمر ومشمر. افتح التلاجة الاقي نص كيلو لحمه، ولقيت كام واحده مشروم كده، والله كنت جايباهم من السوبر ماركت عشان ايه، اروق على نفسي، مثلا اعمل حته لحمه بالمشروم، اعمل مكرونه بالمشروم. المهم لقيت بطاطستين على قرنين فلفل، قلت حلو قوي كده، هعمل لهم سفره معتبره بالكلام ده. ولقيت شويه حليب في التلاجة، قلت والله لا اعمل لهم المحمر والمشمر. قطعت الفلفل وقطعت البطاطستين ترانشات كده، وقطعت المشروم ترانشات. واللحمه دي ما شاء الله ما بتاخدش سوا خالص. والاكله دي عايزه لحمه ما تكونش بتاخد سوا. فتعالوا نعمل لهم اول طبخه في المطبخ الجديد، بما ان هم جم شرفوني ونوروني وانا بفرش. طبعا انا بتكلم على جوزي وعيالي، هم قاعدين في الشقه التانية وسايبيني انا مطحونه هنا في الشقه بفرش. فطبوا عليا بقى اللي هم ياخدوا بخاطري كده. فقلت اعمل لهم اكله حلوه، بقالي يومين انا سايباهم يعني تفرحهم كده. فتعالوا شوفوا نص كيلو اللحمه ده انا هعمل بيه صواني محمر ومشمر ازاي. وكان عندي حليب بصراحه، عملت بيه رز معمر. كان عندي كيس رز، عملت رز معمر بالحليب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طاسه وهنسيبها تسخن قوي، وهنحط عليها قطع اللحمه. ولازم اللحمه زي ما قلت لك ما تكونش بتشد، تكون قطعه بتستوي بسرعه. وده نص كيلو اللحمه اللي كان عندي. هبتدي اشوحه كده، ولازم تقطعي قطع صغننه كده عشان يرمي معاكي كمان. حبهان، جوز الطيب، فلفل اسود. هحط توم باودر، بصل مجروش. البصل المجروش ده يا بنات تحفه في الاكل، او البصل المجفف. ده بصل ما اتطحنش، بيبقى طعمه حلو قوي في اللحمه دي، في الحاجات المشويه بيبقى طعمه رهيب بصراحه. هبتدي اشوحهم كده بالتوابل، من غير بقى سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. اللي هي ساره ما حطيتيش سمنه ولا زيت عشان اللحمه تنزل كل السوائل اللي فيها، وفي نفس الوقت تاخد طعم التوابل. وبعد كده هننزل بمعلقه زبده كبيره بعد ما تتشوح، ونكمل تحميرها بقى في الزبده. لكم ان تتخيلوا الطعم. بعد كده بقى هننزل بالمشروم والفلفل. مش هننزل بالبطاطس خالص، مفيش طماطم. مش هننزل بالبطاطس. البطاطس انا حطاها في الصينيه وهقول لكم هنعمل فيها ايه. شوحت المشروم والفلفل بالشكل ده، كوبايه ميه كبيره. وهنزل بمعلقه كبيره من الكريمه اللباني. وكلي احلى طاجن لحمه بالخضار، رهيب يا بنات بجد. هقلب كده، هياخدوا بالظبط غلوتين. وبعد كده هنروح على صينيه البطاطس بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه امارات. خدت غلوتين، هنجيبها بقى هي كده والصوص بتاعها، وهنحط على البطاطس. بصوا اهو، شايفين بقى شكلها رهيبة. جنبها بقى طاجن رز معمر غرقان في القشطة كده والحليب. مش انا قلت لكم كان عندي حبة لبن، كيلو لبن يعني. عملت عليه نص كيلو رز، وحطيت معلقة قشطة من القشطة اللي انا بفطر بيها. وعملت احلى طاجن لحمه بالخضار، ده نص كيلو اللحمه. وعملت كمان احلى طاجن رز معمر. هتشوفوها بعد اما ادخل الصينيه الفرن. هدخلها الفرن تستوي مع الرز المعمر، واوريكم شكل الحاجه بقى عامل ازاي يا بنات. صينيه اللحمه قعدت بالظبط في الفرن نص ساعة لحد ما البطاطس استوت، وكمرتها بورق الألمونيوم زي ما انتوا شفتوا. ده بقى الرز المعمر الغرقان بالقشطة وشوية الحليب اللي كانوا في التلاجة. عارفين انتوا العرجة تغزل برجل حمار. البيت كان فاضي، وعملت احلى صواني اكل بالليل. شايفين الشباك مفتوح والدنيا ضلمة. عملت احلى رز معمر، وعملت احلى بطاطس ولحمة وخضار في صينية في الفرن.